الكيكة الشتوية الخطيرة. تابع معايا الفيديو للآخر وهقولك على كل أسرار نجاحها وكل التكات والحركات اللي فيها وازاي العجينة تبقى مظبوطة معاكي، وهقولك كمان العجينة تبقى يعني تبقى السمك بتاعها ازاي بالظبط، بحكم بقى خبرتي وان انا عملت كيكات كتير على القناة. فيلا بينا كده تابع معايا الفيديو للآخر، وان شاء الله تبقى حريفة كده في اعمال الكيكة. لو اول مرة تعملي الكيكة، لو بتخافي منها خلاص سيبي العقدة دي خالص من دماغك. ان شاء الله بإذن الله هتعملي احلى صينية كيك. بصوا كله هيشهد لك بحلاوة الكيكة بتاعتك. فيلا بينا تابع معايا الفيديو للاخر، وبتمنى منك تحطوا اللايك الجميل كده اللي بيشجعني، وكمان صلي على الحبيب المصطفى في تعليق حلو منك. ويلا بينا. المقادير بتاعتنا لصينية كبيرة حلوة كده محترمة عائلية، فهنحتاج فيها 3 كوبايات من الدقيق. وطبعا لو عايزة تعملي صينية اصغر من كده حطي كوبايتين 2. فهنحتاج النهاردة 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم كمان معلقتين كبار من النشا. اكتبي المقادير معايا كده بورقة وقلم، وان شاء الله بإذن الله عمرها ما هتبوظ منك، وهيطلع معاكي الكيك مظبوط وهاشش. وبصوا مفيش بعد كده. اول حاجة نخلت كويس جدا 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا الدقيق اللي انت بتستخدميه. وكمان حطيت بصوا ده نص كيس بيكنج باودر، وده كيس كيك شيف كامل. تمام، يعني كيس ونص كيك شيف، او كيس ونص كيس كيك شيف، وكيس ونص كيس بيكنج باودر. وطبعا رشة الملح ما ننساهاش. وكده تبقى المكونات الجافة معانا، هنقلبها كويس كده بالمضرب اليدوي وهنحطها على جنب. طبعا مش هنستخدم المضرب الكهربائي في الكيك. عايزه اقول لكم المضرب الكهربائي في الكيك كل ما بتضربي آم، المضرب الكهربائي، عملتها كذا مرة بالمضرب الكهربائي، عايزة اقول لكم لا مش حلو خالص. فاجمل بكتير جدا الخلاط معاكي والمضرب اليدوي في ايدك كده، والله هتطلعي احلى كيكة. وجربي ان شاء الله، وما تنسيش بقى كده دعوة حلوة. اول حاجه بقى كده خلاص انا ركنت المكونات اللي انا عملتها معاكم اللي هي مكونات الجافه. ويلا بينا كده نشوف المكونات السائله عباره عن ايه. اول حاجه كده عباره عن 4 بيضات، وطبعا لو بيض معاكي كبير وكويس تبقى 3 حلو قوي، بس البيض ده صغير فانا حطيت كده 4 من البيض. تمام. معايا كوباية ونص من السكر، وطبعا لو كوبايتين 2 دقيق بتكون كوباية واحدة من السكر. انا حاطة كده كل كوباية دقيق ليها نص كوباية من السكر. تمام. تمام. حطيت كوباية ونص سكر، حطيت 3/4 كوباية من الزيت على السمنة، وممكن زيت بس وممكن سمنة بس، الموجود عندك مش هيقولك لا. وكمان هنحط كوباية ونص من اللبن، وطبعا كوباية الدقيق ليها نص كوباية من اللبن. فخلاص اعرفي كده على طول، لو هتعملي كوباية واحدة دقيق ليها نص كوباية من اللبن، وليها نص كوباية من السكر، وليها ربع كوباية من الزيت. تمام. اعرفي كده المكونات بتاعتك من طقطق لسلام عليكم، تعرفي تعملي كوباية واحدة من الدقيق كيكة، وتعرفي تعملي 4 3 اللي انت عايزاه. تمام. تمام. بعد كده هنحط الفانيليا بتاعتك، وسواء هي كانت سايلة او كانت بودر حطي الفانيليا الموجودة عندك. وطبعا معلقة الخل الكبيرة دي اوعي تنسيها، ولازم يكون خل مضمون وانت عارفة ان هو خل كويس جدا. سيبك من الخل التاني ده الرخيص اللي هو مش بيبقى حلو، خليك انت في الخل الكويس. ولو عندك بقى شوية كده من اللي هو العصير الفروتي بتاع البرتقال ده، طبعا مش موجود عندك ماشي. ولو في بقى بشر برتقان برضو مش هقولك لا، بس انا الطريقة دي حلوة جدا وبكل خطواتها زي ما انتوا شايفين. وطبعا المكونات السائلة كلها هتتحط كلها على المكونات الجافة اللي هما ال3 كوبايات دقيق. وبالظبط هتكون هو ده سمك العجينة، مش هتزودي ولا هتقللي سمك العجينة بتاعك. كل ما كان خفيف اكتر، كل ما الكيكة بتاعتك هتبقى ما شاء الله ما فيش فيها فراغات، وهتبقى عالية وهشة وجميلة جدا. كل ما الكيكة بتاعتك خدي بالك العجينة ما تكونش تقيلة. العجينة كل ما كانت تقيلة كل ما هتبقى معجنة معاكي وهتبقى مكتومة، وكمان هتبقى مش حلوة خالص معاكي وهتبقى تقيلة آم، في الفرن. تمام. هتطلعي كده تحسي ان هي تقيله ومعجنه ومكتومه. ده ليه؟ ده لو العجينه بتاعتك السوائل بتاعتها قليله، والعجينه بتاعتك تقيله مش خفيفه خالص زي ما انت شايفه بالطريقه دي. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ خفيفه جدا جدا. شايفين؟
قلبي كده على جهة في اتجاه واحد، اوعي تقلبي في اتجاهين، حاولي على طول ايدك تبقى في اتجاه واحد وانتي بتقلبي، وما تاخدش معاكي اكتر من 3 دقايق تقلبي فيها. تمام، ما تكتريش لان الكيكه ما بتحتاجش تقليب كتير. وعشان كده قلت لكم لما بعملها بالمضرب الكهربائي، وعشان المضرب الكهربائي بيقلب كتير كتير، فالكيك لا، ما بتحتاجش تقليب كتير. شايفين عامله ازاي؟ وشايفين السمك بتاع العجينه عامل ازاي؟ العجينه خفيفه جدا جدا. كل ما كانت العجينه خفيفه زي ما انت شايفه كده، كل ما كانت السمك بتاعها اجمل. وهتتحط معاكي في الفرن كده تبقى هشه وخفيفه وجميله جدا. القوام بتاعها لازم يكون زي ما انت شايفه كده. وطبعا التقليب بتاعها زي ما قلتلك تاخدي بالك وتقلبي في اتجاه واحد بس. بعد كده هضربها كده خبطتين على الرخامة، عشان كده تطلع كل الفراغات اللي فيها وتطلع معاكي مظبوطة. إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. هناخدها بقى كده على طول على الفرن. وبعد كده نص ساعة بالظبط 30 دقيقة هتطلع معاكي احلى صينية كيكة ممكن تاكليها في حياتك. بجد بجد هتبقي بصي حريفة بعد كده في اعمال الكيكة. جميلة جدا، هشة من جوه واقتصادية وكيكة مفيش بعد كده. بصي احلى من اللي هتشتريها 100 مرة من بره. من الاخر يعني كده كيكه ما فيهاش غلطه. فيلا كده اكتبي التفاصيل. بصوا زي ما قلت لكم كده بالظبط. قلت لكم والله العظيم كل حاجه من غير ما ابخل عليكم باي معلومه. الكيكه بجد طالعه جميله جدا. وعايزه اقول لكم انا مطلعاها على الفرن عدل على الرخامه، وهقطعها معاكم وهي لسه كده سخنه. مع ان المفروض بعد ما تخلصي بعد ما تتحمر طبعا وشها كده وتطلع، بتقعد دقيقتين على الاقل خالص على ما تبقي ان انتي تقطعيها. فانا والله على طول طالعه من الفرن على طول على التقطيع، ما سبتهاش حتى ان هي تهدى. عايزه اقول لكم ما شاء الله حلوه جدا. النشا اللي احنا حطيناه بيخليها ان هي ما ترجعش تاني تهبط منك. الخل بيخليها فاتحه كده من جوه. العجينه ما بتكون خفيفه بتبقى معاكي الكيكه معاكي هشه وخفيفه جدا جدا. طعمها حلو جدا وسكرها مظبوط. لكل كوبايه دي نص كوبايه سكر. فبصوا حلوة جدا جدا. بتمنى تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبإذن الله هتعملوا يعني تعملوا الكيكة بالطريقة دي على طول. التسوية بتاعتها حلوة جدا. انا حطاها على الشبكة طبعا عشان الصينية بتاعتي السمك بتاعها خفيف. فانا حطاها على الشبكة، وطبعا النار عالية مش عالية قوي يعني وسط. وبعد كده المهم ان هي تستوي اول. وبعد كده ابدأي ان انتي ولعي الشواية عليها. لو الشواية عندك مش بتشتغل من يعني، او انت مشغله الفرن من تحت. في بوتاجازات الشواية عندهم ما بتشتغلش غير لما تطفي الفرن من تحت. تمام، فانت سويها وبعد كده حمري وشها عادي جدا. بتطلع معاكي برضو حكاية. فخلاص كده ده كان الفيديو بتاعي، ما طولش عليكم بقى. ما تنسونيش كده في دعوة حلوة من قلوبكم. ولو اول مرة بقى تشوفي القناة بتاعتي، انا ايمان ودي قناتي يوميات ام بسيطة. انضمي كده معايا على القناة، طبعا هيشرفني متابعتك ليا. وبإذن الله هنفيد ونستفيد مع بعض. وطبعا انتوا عارفيني مش ببخل عليكم بأي معلومة اعرفها او اي وصفة جربتها او اي حاجة كويسة عملتها ونفعتني، طبعا بحب افيدكم بيها. فيلا انت كمان ما تبخليش عليا بلايك حلو كده من ايديكي، وتنزلي كده تحت في التعليقات تصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. زيد الرسول كده صلاة، صلي على الحبيب قلبك يطيب. خلاص كده ده كان الفيديو بتاعي. أسيبكم في رعاية الله. آه، وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله ورعايته استنوني الفيديو الجاي.